السلام عليكم ورحمة الله أخواتي، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد وفي وصفة جديدة من وصفات مطبخ سارة. نتمنى تكونوا لاباس بخير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا انتم وليداتكم عائلاتكم ووالديكم. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو هذا. ان شاء الله هذا الفيديو هذا غادي يكون اقتراح الفطور ولا الكوتي. غادي يكون عبارة على بسبوسة ولا حرشة، سميوها كيف ما بغيتو. غادي نحضروها بالبرتقال ولا المندرين، داكشي اللي توفر لكم. بالنسبة اللي هم بجوج راهم متوفرين دابا في الأسواق بواحد الكمية كتيرة وبثمن جد جد مناسب، ما فيها باس نستغلوه ونحضروا به هكايا وصفات الفطور ولا الكوتي، اقتراحات اللي تكون سهلة وبسيطة واقتصادية في نفس الوقت. هاد الحرشة هادي ولا هاد البسبوسة كتجي رائعة في المذاق، أنا متأكدة إلا جربتوها غادي تنال إعجابكم وغادي تعتمدوها، أنا متأكدة. ما تنساونيش الى عجبكم هذا الفيديو والوصفه ما تبخلوش عليا بلايكات، خلوا لي اكبر عدد من اللايكات الى شفتوا هذا الفيديو كيستحق باش هكا الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. ايضا لاول مره كيكتشف القناه ما ترددوش انكم تشتركوا فيها الى عجبكم المحتوى. ايضا تفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد، وندوزو مباشره للمقادير اللي غادي نحتاجو لهاد البسبوسه ولا لهاد الحرشه. عندي هنايا جوج ديال البيضات اللي يكونوا بحرارة المطبخ ويكونوا من الحجم المتوسط. غادي نحتاج ايضا نصف كأس من سكر سنيدة ولا سكر حبيبات، كيبقى على حساب يعني الذوق، يمكن لكم تزيدوا من الكمية او لا تنقصوا منها. انا نص كاس جاني يعني هو هذاك، مازال غادي نديروا الكونفيتور من الفوق، يعني راه الحلاوه كتجي هي هذيك مع نص كاس ديال سنيده. غادي نحتاجوا ايضا نصف كاس من زيت نباتيه، جوج كيسان من العصير ديال البرتقال ولا ديال المندرين، داكشي اللي توفر لكم. وعندي زوج اكياس من خميرات الحلويات من فئه 8 غرام في الكيس، يعني في المجموع عندي 16 غرام. وغادي نحتاج ايضا زوج كيسان من السميد الرقيق الخاص بالحرشه وبالبسبوسه، وواحد الرشه ديال الملحه. صافي، هادو هما المقادير والمكونات اللي غادي نحتاجو. هنايا مباشره في واحد الاناء ولا في واحد البول غادي ناخذ داك جوج ديال البيضات مع رشه ملح لتعديل الذوق، وغادي نزيدو داك نص كاس ديال السكر سنيده فقط بالخلاط اليدوي، يعني ما غاديش تحتاجوا للكاس ديال الخلاط او للباتور. غير بهذا الخلاط اليدوي غادي نخلطوا هاد المكونات هادي. في الاول غادي نخلطوا البيض مع سكر سنيده وداك القبيصه ديال الملحه حتى يعني كيبدا كيدوب لينا داك كدوب لينا السنيده. صافي، من بعد غادي نبدا نزيد في نص كاس ديال الزيت. بغيت غير نشير لواحد الاشاره. الا شفتوا هذا الفيديو هذا مثلا يكون ماشي الوقت ديال المندرين اولا ديال البرتقال، فيمكن لكم تعوضوا داك الجوج كيسان ديال المندرين بجوج كيسان ديال الحليب، يعني تعوضوه بالحليب. راه يعني غادي تجي النتيجه تقريبا هي ولكن صدقوني بالمندرين اولا بالبرتقال كيجي ولا اروع، كيجي المذاق زوين وحتى داك اللوين كيجي زوين بزاف. صافي، من بعد ما زدت داك نص كاس ديال زيت نباتيه غادي نزيد داك جوج كيسان ديال العصير ديال البرتقال. وايضا من بعد ما كيتخلطوا ليا وكيندمجوا ليا دوك العناصر جيدا مع بعضهم، غادي نزيد هنايا السميده الرقيقه والخميره الكيماويه اللي غادي نغربلهم بطبيعه الحال. عندي جوج كيسان ديال العصير ديال البرتقال. غادي ندير جوج كيسان ديال السميده، يعني القياس ديال داك العصير اللي درت ديال البرتقال هو القياس ديال السميده. تقريبا عندي 250 غرام ديال السميده الرقيقه كما قلت لكم الخاصه بالحرشه وبالحلويات، وايضا جوج اكياس من خميره الحلويات. غادي نغربلوهم بطبيعه الحال وغادي نخلطوا. في الاول كيكون الخليط واحد شويه يعني جاري، ما كيكونش خليط هكايا عاقد. غير الوقت اللي غادي نوجدو فيه هكايا المقله ندهنوها بشويه ديال الزبده، ايضا نرشوها بالسميد. صافي، كيزيد كيتماسك لينا داك الخليط واحد شويه ماشي بزاف. صافي، يعني راه هكاك خصو يكون القوام ديالها، انتم غادي تشوفوا من بعد كيفاش غادي يكون القوام. هنايا كما قلت لكم غادي ناخذ هنايا المقله ديال الحرشه ولا ديال المسمن اللي كنطيبوا فيها المسمن، ندهنوها مزيان بالزبده ولا بالزيت باش هكا ما تلصقش لينا البسبوسه. ايضا نرشوها بالسميده الرقيقه. صافي، هانتوما كي كتشوفوا هنايا الخليط القوام ديالو صباح واحد شويه اتقل مما كان، يعني كيف كان في الاول صباح واحد شويه ثقيل. هانتوما كي كتشوفوا هكايا باش تجينا خفيفه من الداخل وتجينا رطبه، حيت كتعرفوا نتوما السميده كتشرب. صافي، هنايا الا تبعتوا هاد المقادير وهاد المكونات بالضبط اللي عطيتكم راه غادي تجيكم هي هذيك.
صافي غادي نفرغ هاد الخليط ديالي هنايا على هاد المقله، وفي هاد الاثناء الفران كيكون شاعل من قبل، يعني على اعلى درجه حراره، باش هكا كندخلو هاد البسبوسه ديالنا الفران اللي كيكون سخون من قبل، كنخليوها على عافيه متوسطه حتى كتطلع التحميره هكايا مع الوجه، مع الجناب عفوا. ومن بعد كنشعلو عليها على الوجه ديالها باش هكايا كتحمر من الوجه. تقريبا كتاخد بين 35 حتى ل 40 دقيقه في الفران. العافيه كتكون بين المتوسطه والمهيله، ما كنجهدوش عليها باش هكايا ما كيتخطفش اللون ديالها وكتبقى لنا خضره من الداخل. صافي من بعد ما وجدت، هانتوما كي كتشوفوا الشكل النهائي ديالها. ما قبل النهائي، هنا غادي ناخذ الكونفيتور ديال المشماش اللي خاص بالحلويات، يعني ما كيكونش حلو بزاف. غادي ندهن الوجه ديالها كامل بهذا الكونفيتور هذا، وغادي نرش بكاوكاو كونكاسي محمر. بالنسبه لداك الكونفيتور راه يعني بحال هكايا شي سيرو، كتكون البسبوسه ديالنا سخونه فهي كتشرب داك الكونفيتور، ويعني ما كتجيناش ناشفه نهائيا، خصوصا وانها كتكون هي رطبه وكتزيد كتشرب من داك الكونفيتور الخاص بالحلويات. فكتعطي واحد المذاق زوين بزاف. صافي من بعد ما كنرش داك الكاوكاو، هانتوما كي كتشوفوا، ولا تقدروا تعوضوه بالكوك ولا داكشي اللي عندكم، باللوز مهرمش اللي عندكم متوفر، تقدروا تستعملوه وتزينوا به هاد البسبوسه. صافي غادي نقطعها معكم هنايا على شكل مثلثات ولا على مربعات، المهم كيبقى لكم كامل الاختيار. هانتوما كي كتشوفوا الشكل ديالها عن قرب كيفاش كتجي. هنا ضروري ما غادي نوريها لكم عن قرب، نهز لكم واحد المورسو باش تشوفوا من الداخل كيفاش كتجي. صدقوني كتجي ولا اروع. هانتوما كي كتشوفوا داك اللوين ديالها كيجي الصفر، وواحد الريحه ديال البرتقال طالعه، ما نقول لكمش، كتشهي. انا متاكده الا جربتوها غادي تعجبكم وغادي تعتمدوها. هانتوما كي كتشوفوا كتجي رطبه وكتجي خفيفه من الداخل، وحتى داك الكونفيتور كيعطيه واحد المذاق كيزيدها بنه على بنه. صافي هنايا كيف كتشوفوا البسبوسه ديالي ها هي واجده. كنتمنى من كل قلبي تنال اعجابكم واستحسانكم، وإلا عجبكم الفيديو والوصفه ما تبخلوش عليا بلايكات ديالكم الزوينه، بارطاجيو الفيديو والقناه مع الاحباب والاصدقاء على مواقع التواصل باش كتعم الفائده على الجميع. ايضا شجعوني في التعاليق ودعموني، واللي اول مره كيكتشف القناه ما تردوش بالاشتراك وتفعلوا الجرس. نتلقاو فيديو جديد، بسلام عليكم.